عمر الساعي العرض بتاع النادي الاهلي توقف عند تقريبا 30 مليون جنيه، 20 و10. المشكله الكبرى ان الاسماعيلي ما زال متمسك بال 50 مليون وعايزهم كاش، مش عايز فيهم جزء قسط. النادي الاهلي متوقف عن الاسماعيلي مضطر للكاش، متوقف عن هذا الامر. القصه وارد انها تخلص في اي وقت، لكن بموجب ان الاسماعيلي ينزل شويه في طلباته، ينزل شويه في الارقام، لاني لما تبص القصه ال 50 مليون دولار دول، ال 50 مليون جنيه دي مليون دولار. مليون دولار مليون دولار. طب ما انا عمر الساعي ده مولود 2003 لاعب كويس جدا، بس انا اخد المليون دولار احطهم في صفقه محمد علي بن رمضان اللي هو لاعب موهبه جدا، واجيب محمد علي بن رمضان واخلص الفيلم اللي حصل عليه ده كله بدل ما ادفع 50 مليون جنيه هنا. فده التفكير اللي جوه النادي. لكن الصفقه عمر الساعي مطلوب في النادي لحد دلوقتي على فكره، عشان ما حدش ياخد كلامنا ان احنا بنقول لا، هو في اي وقت يتفقوا على الفلوس وطريقه الدفع. وانا باكد على كلامك انه مطلوب، وان الصفقه دي بتدار ما بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس ناصر ابو الحسن مباشره، فبالتالي ومفيش حد تاني معاهم. لا 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 لا، هو الموضوع ما بينهم مباشره، فبالتالي بس